نبدأ باللقاء السعودي ضد الأرجنتيني. مبروك لكل الدول العربية: السعودية، البحرين، العراق، الإمارات، الجزائر والمغرب وتونس، وباقي كل الدول العربية على انتصار المنتخب السعودي. توقعته للأرجنتين لكن استدركت وقلت: الكرة أقدام وروح وحماس. ظهر المنتخب السعودي في الشوط الأول بشكل جيد، قال بكل ثقله وشراسته وشجاعته وتركيزه العالي، لعب بالجرأة والراحة وعدم الخوف من المنتخب الأرجنتيني. بدأ المنتخب السعودي بالدفاع المتقدم وهي مجازفة في بعض الكرات. الأهداف الثلاثة المسجلة على المنتخب السعودي كانت من العنف. استغل المنتخب السعودي ضعف الأطراف الأرجنتيني ما جعل الأجنحة السعودية يلعبون من هنالك. معلومة سريعة: شهد كأس العالم لأول مرة إلغاء 3 أهداف في شوط واحد بداعي وجود التسلل، بعد إلغاء هدف الأسطورة ليونيل ميسي وهدفي لوتارو مارتينيز لاعب الإنتر. في الشوط الثاني تغير كل شيء، أكدنا للعالم أن العرب بإزالة الخوف قادرون على إسقاط أي منتخب مهما كان، وقادر على إسقاط الجميع مهما كان اسمه ومهما كان لاعبيه ومهما كانت أسلحته مهما كانت نجومه. سعادتنا لا توصف. المنتخب السعودي أظهر لنا أنه قادر على مقارعة الجميع مهما كان، حتى لو كان المرشح الأبرز لنيل البطولة. تعجز الكلمات عن الوصف واختلطت الكلمات. هذه أفضل مباراة في تاريخ المنتخب السعودي. في بداية الشوط الثاني هيرفي رونار فك الثغر وسجل من كرتين متحركتين، لكن هدف سالم الدوسري خرافي، هدف للتاريخ، أفضل هدف منذ بداية مشوار كأس العالم قطر 2022. لاعب المنتخب السعودي لم يخشوا المنتخب الأرجنتيني بنجومه. أفضل مباراة للعرب في التاريخ، لكن هيرفي رونار مدرب عالمي، لعب في الشوط الأول بمصيدة التسلل ونجح فيها، وفي الشوط الثاني صحح اللاعب الهجومي سجل هدفين. لاعب المنتخب السعودي ربح كل الثنائيات الهوائية، وحتى في السرعة لم يستطيع لاعب الأرجنتين التفوق عليهم. قالوا قطر لن تستطيع تنظيم المونديال فردت عليهم. قالوا المنتخب الأرجنتيني سيدمر المنتخب السعودي فردوا عليهم في الملعب. مباراة كبيرة وعظيمة فنيا وتكتيكيا. ننتقل للقاء الثاني في المجموعة الثالثة بين المنتخب البولندي والمنتخب المكسيكي الذي انتهى بالتعادل السلبي وفشل ليفاندوسكي في التسجيل بعدما جاءته ضربة جزاء سددها بطريقة غريبة، عيونه في الأرض عندما سددها، لكن هذه النتيجة تخدمنا كعرب لأن المنتخب السعودي ينفرد في الصدارة. المنتخب المكسيكي ضيع 3 نقاط في الشوط الأول بعد إهداره لفرص محققة. أداء متقارب وكلا المنتخبان كان خائفين من تلقي هدف مبكر. انتقل للقاء تونس والدنمارك. قدم المنتخب التونسي وجها محترما وأداء رائعا وروحا عالية وتنظيم دفاع خرافي، كان في أعلى مستوى وبدون أخطاء على مستوى التدرج بالكرة. ثنائي وسط الميدان قدم لقاء هائل. كل لاعب المنتخب التونسي قدم مباراة كبيرة يتركنا نطمح للمزيد وإلى الأمام والتفكير في التأهل. بذل المنتخب التونسي طاقة كبيرة في الشوط الأول، مما دعاني أطرح سؤالا: هل المنتخب التونسي قادر على أن يكمل الشوط الثاني بنفس الريتم؟ المنتخب التونسي فرض أسلوبه على المنتخب الدنماركي من أول دقيقة و5 دقائق تقريبا. المنتخب التونسي كسب كل شيء في المباراة، كل الكرات العالية والالتحامات البدنية ربحوها نسور قرطاج، ودخل كذلك بالشراسة والتركيز العالي والروح والشغف والتفكير في الفوز. قبل ما أنسى، الجمهور المنتخب التونسي ساهم في نتيجة المباراة والخروج من اللقاء بالتعادل السلبي. نتيجة المنتخب السعودي وفوزه على المنتخب الأرجنتيني منحتهم دفعة معنوية للحفاظ على النقطة الواحدة. المنتخب التونسي ضيع الفوز في الشوط الأول بعد إهداره لفرص محققة للتسجيل. نسور قرطاج لعبت بأداء رجولي واحترام قميصه وتاريخه. عليه أن يذهب في أفق تفاؤلي مستقبلي لمشاركة تونس في المونديال، وعليهم أخذ الاحتياط من المنتخب الأسترالي. نسور قرطاج لم تتأهل، ليست هي المرشحة لذلك. عليهم أن يدخلوا لقاء أستراليا بالقوة والعزيمة. نأتي للمنتخب الدنماركي. هذه أسوأ مباراة لهم، كل خطورتهم من كرات ثابتة. تواجد لاعب المنتخب الدنماركي في مناطق المنتخب التونسي ألا وهي وجود كرات ثابتة. كل الناحية الهجومية للدنمارك تصدى لها دفاع نسور قرطاج. ننتقل للقاء الأخير في هذا اليوم، المواجهة التي جمعت بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأسترالي، وانتهت بتفوق الديوك الفرنسية على الكنغار بنتيجة 4-1. أستراليا كانت السباقة التسجيل، لكن عاد رابيو وجيرود بثنائية ومبابي ليقلب الطاولة. فوز مستحق وانتفاضة بعد تلقي الهدف. من تلك 4 الأهداف 3 جاءت من رأسية بسبب اختراقات مبابي وديمبلي وعرضية بافار وثيو هرنانديز،
ولم يلعب في العمق كثيرا. أستراليا كانت بعيدة عن أستراليا 2018 وذلك راجع للفوارق البدنية. المنتخب الفرنسي يمتلك حلول على الدكة وكثرة الخيارات تعطيه إمكانية اللعب بطرق مختلفة. المنتخب الأسترالي فقد التركيز وضعف القوة البدنية والشراسة وابتعاد الخطوط أثر عليه سلبا. ديمبلي فعل ما شاء في دفاعات المنتخب الأسترالي. على المنتخب التونسي استغلال هذه النتيجة والتغلب عليه من أجل التأهل إلى الدور القادم. في ربع الساعة الأولى كان خللا صغيرا في دفاعات المنتخب الفرنسي بسبب عدم تفاهم أوباميكان وكوناتي لأنهم أول مرة يلعبون مع بعض، لكن تم إصلاحه بسرعة. أقف قليلا للتكلم عن أوليفيه جيرود هداف المنتخب الفرنسي التاريخي مناصفة مع تيري هنري بعد تسجيله لهدفين في المباراة ليصل إلى 51 هدفا. جيرود لا يملك فنيا كثيرا لكن هو يلعب للمجموعة، قوي بدنيا وهذا ما يستغله القادمون من الخارج. لا تنسى أن تكتب لي في خانة التعليقات ما هي الأسباب التي جعلت المنتخب السعودي يفوز على المنتخب الأرجنتيني، وهل كان المنتخب المكسيكي يستحق التفوق على المنتخب البولندي. لا تنسى تفعيل جرس التنبيهات وإن لم تضغط على زر اللايك فأنت مش صاحبي. أراكم على خير، السلام عليكم.